ريم فتاة عادية من أسرة بسيطة في منطقة هادئة. فجأة بدأت تظهر على السوشيال ميديا كإنفلونسر ناجحة وتتكلم عن النجاح والرزق والطاقة الإيجابية. الناس انبهرت، بس في شخص واحد بدأ يكتب تعليقات غريبة. انتي فاكرة الناس نسيت. ريم تتجاهل، بس في نفس اليوم توصلها رسالة من رقم مجهول: ما تحاولي تمسحي اللي فات، الماضي راجع. من خلال فلاش باك نرجع للسنة 2013. ريم كانت متهمة في قضية نصب إلكتروني شهيرة، بس خرجت لعدم كفاية الأدلة. كانت بتشتغل في جروب إلكتروني اسمه الحلم الذهبي، وناس كتير فقدت تحويشة عمرها بسببه. فجأة يظهر اسم شاب اسمه حسام، واحد من ضحايا الجروب واللي حياته اتدمرت تماما. والنهاردة عنده قناة على يوتيوب بيكشف فيها حقائق قديمة. وعنوان الفيديو الجديد: من هي ريم؟ الوجه الآخر لإنفلونسر السوشيال ميديا. ريم تحاول تسبق حسام وتدور على نقطة ضعفه، تلاقي إن أخته مريضة وبيعالجها بصعوبة. تبعت شخص يصور أخته في المستشفى وتهدده: لو نشرت الفيديو هننشر صور أختك. لكن حسام مش بيخاف، بالعكس بينزل الحلقة الأهم على قناته. مش ريم لوحدها، القصة أوسع بكتير من كده، ويكشف فيها إن الحلم الذهبي كان مشروع غسيل أموال تابع لأحد رجال الأعمال المعروفين اللي دعموا ريم علشان يطلعوا منها واجهة بريئة. الفيديو بينتشر كالنار، ريم تختفي، الناس بتطالب بمحاكمتها، ورجال الأعمال اللي وراها بدأوا يبعدوا عنها ويحموا نفسهم. حسام يستدعى للشهادة قدام النيابة، لكن فجأة فيديو جديد ينزل على قناة غريبة. ريم قاعدة قدام الكاميرا وبتقول: أنا هقول كل حاجة، بس قبل ما تحكموا عليا اسمعوا حكايتي كاملة. أنا ضحية زيكم.